وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما معنى الأرض قبضته جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ هذا هو سياق الآية. يتكلم عن قبضة يمين، قبضة ويمين، يتكلم عن يده اليمنى ويده الأخرى، ويقول وما قدر الله حق قدره، هذا قول الله عز وجل. فكيف عبر عن هذه العظمة؟ ما هو قدر الله؟ لم يتحدث عن شيء معنوي في هذا السياق، بل تحدث عن شيء له أبعاد ثلاثة وهي القبضة. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات ثلاثية الأبعاد وتطوى بشيء ثلاثي الأبعاد، والأرض ثلاثية الأبعاد وتقبض بشيء ثلاثي الأبعاد. ما معنى القبضة؟ القبضة هكذا، هذه القبضة. ما هي القبضة؟ عندما أقول هذه قبضتي، تقبض على الشيء هكذا، هذا معنى القبضة. والطي تطوي الشيء هكذا، تطويه، هذا المعنى. ف... فالسياق حجة. قال حق قدره، أليس القدر المنزلة والعظمة؟ نعم المنزلة والعظمة، لكن بماذا عبر الله عن هذه المنزلة والعظمة؟ وبماذا عبر عن هذا القدر؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول لكن سنجسم. الأخ هذا معاذ أحمد يقول لكن سنجسم. ما معنى التجسيم؟ ثلاثي الأبعاد. أنا أساسا أستدل على الآية على التجسيم. سبحان الله. هو يعني يقول التجسيم ممتنع. لماذا؟ تقول له ها هو الدليل من القرآن على أن التجسيم ليس ممتنعا. أتكلم عن التجسيم بمعنى ثلاثي الأبعاد، لا أتكلم عن البدن والدم والعروق، ليس هذا المعنى. أتكلم عن معنى ثلاثي الأبعاد، يعني ما له حجم ثلاثي الأبعاد. فيقول نحن لكن سنجسم.